طرابلسي اليوم حكى على يوسف المساكني، حكى على وهبي الخزري، وحكى على البطولة العربية. إذا نعطيك التفاصيل والكلام اللي قالوا تقريبا أهم الكلام. حط متابعة هنا ما تنساش ويجي نحكي لك. لما سألوا سامي طرابلسي اليوم على يوسف المساكني هل ممكن يوسف يكون موجود مستقبلا، علاش ما اختاروش الآن؟ قال لهم يوسف نحبه برشا ولاعب قدم برشا للمنتخب وعطاه الكثير، لكن حاليا ما نقدرش نحط لاعب في القائمة والنادي لاعب ما عندوش فريق. يوسف المساكني إلى حد الآن ما غير فريق، حاليا ما نقدرش نناديه. سألوه كذلك على وهبي الخزري، قالوا له علاش وهبي ما يكونش موجود في المنتخب وحاليا قادر انه يقدم. وهبي لاعب خبرة وعنده امكانيات كبيرة. قال لهم حكيت مع وهبي الخزري ونتفهم رأيه ونحترم موقفه انه اعتزل اللعب دوليا. في الاخير سامي الطرابلسي يعطينا خبر مهم والحقيقة يفرح، يقول في البطولة العربية باش نلعب بالفريق الاول وباش نكون انا المدرب في الاطار الفني متاعي. حاجة تفرح لانه الحقيقة فريق بريم الفريق الثاني شفناه اداء كان سيء، ولعبنا ضد مصر في زوج مباريات وخسرناهم، ومش بالاداء هذاك في البطولة العربية باش نتألقوا. لذلك كان لازم انه طرابلس يلعب بالفريق الاول على الاقل باش نعملوا نتائج ايجابية، لما لا نوصل لادوار متقدمة.